السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله روتين جديد. هنشوف هنعمل ازاي الميزانية بتاعة الفراخ زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات وانا بوريكم مشتريات الشهر من فتح الله. فالنهارده ان شاء الله هنشوف مشتريات الشهر من الفراخ وهنشوف بقية اليوم بتاعنا قضيناه ازاي. لسه جايه دلوقتي من السوق. اشتريت ايه؟ هديك الافكار وهقولك تقدري ازاي تنظمي بيتك. انا ان شاء الله كنت عامله ميزانيه للشهر ده للفراخ في حدود 250 300 جنيه. فالنهارده الحمد لله توفقت اللي انا جبت خزين الشهر من الفراخ ب 227 جنيه. هقولك دلوقتي ازاي. جبت نص البانيه ده عامل 90، وجبت نص قوانص ب22، وجبت كيلو ونص جوانح عاملين 85، وجبت كمان كيلو رقبات عاملين 30 جنيه. هي دي الحاجات اللي الشهر ده اشتريتها عشان ان شاء الله الشهر ده لسه ناوي اشتري لحوم عشان عندي اللحوم مفيش خالص واسماك. فحاولت ان انا الفراخ اللي انا ابدا اوفر فيها وما جبتش فراخ صحيحه. جبت الحاجات دي كده زي ما احنا شايفين وهنعمل بيها اكلات كتير. يعني ان شاء الله في الاسبوع هناكل مره او مرتين من الفراخ بالحاجات اللي احنا شارينها دي. طبعا انتوا ممكن تقولوا لي دي مش فراخ صحيحه، يعني ففين هي الفراخ؟ لا خالص. يعني البانيه ده هنقدر ان شاء الله نعمل بيه اكلتين. مره شاورمه فراخ بنعملها بالبصل بقى وبالفلفل فبتزيد يعني. ومرة تانية هنعمل فراخ بانيه بنقطعها سلايزات كده وبتبقى بانيه زي الفراخ الستريبس كده بتكون رفيعة. وبرضو القوانص ديت بشوحها بتكون برضك أكلة حلوة قوي. والجوانح والرقبات دي بنحطها فوق بعض وهقسمها على اكياس تتسلق بقى نعمل بيها شوربة للملوخية، او حتى تتسلق تتعمل جنب اي خضار. إيه كده هو ان شاء الله هنشوف كل الحاجات دي بالتفصيل في الروتينات الجايه. اول حاجه خالص هشيل بقى البانيه كده زي ما هو، مش ناويه اتبله ولا اي حاجه. لما ان شاء الله اجي اشتغل فيه هبقى اطلعه. والقوانص بتاعتي والجوانح والرقبات حطيتهم في كروانتين منفصلين زي ما احنا شايفين. وهبدا ان انا انضفهم كده وانقعهم، بعملهم بمحلول نقع عشان اشيل منهم كل الزفاره. بحطهم في ميه زي ما احنا شايفين وبنزل عليهم بملح ودقيق وليمون، واحط كمان قشر الليمون واسيبهم من ساعه لساعتين ينزلوا كده اي زفاره فيهم. الطريقه دي حلوه قوي ان انت بتنضفي بيها الفراخ بتاعتك وبتشيلي منها اي زفاره، وكمان ما فيهاش مجهود. مش اللي انت هتبقي فاتحه الحنفيه بقى بتغسلي حته حته. في ناس بتمسك مثلا الفراخ او حاجه وياخدوا مثلا ملح ويقعدوا يعملوا بيها الملح كده قطعه قطعه، دي طبعا ارهاق جامد جدا. فانا بستسهل على نفس الطريقه دي وبتشيل منك الزفاره خالص خالص. وطبعا لو في الفراخ الصحيحه او اي حاجه الاول بس يعني عملت بعيد عن الكاميرا اللي انا مسكت الجوانح. شلت منها لو فيها اي سمين زياده او حاجه، بحيث ما تكونش يعني مليانه سمين. والرقبات الراجل كان مديهالي بالراس بتاعتها برضه خلعت الراس دي ورميتها بحيث تكون معايا الحاجه نظيفه وانا بعملها. زي ما انتوا شايفين اهو بدات اعصر الليمون بتاعي وهسيبهم ايه ساعه ساعتين زي ما احنا شايفين. تقدري ما تقدريش يعني ما تقوليش ان الدنيا غاليه او الميزانيه معايا بتبوظ. لا خالص، ب 227 جنيه اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملت خزين الشهر من الفراخ. شهر كده ناكل حاجات زي ما احنا شايفين. الشهر اللي وراه ممكن نجيب فراخ صحيحة ونكون بنبدل اللحمة بلحمة مفرومة. يعني كده كل شهر لازم بتكوني بتجددي عشان تمشي مع الميزانية بتاعتك. طبعا انا جبت الكميات اللي تمشي معايا، بس انا بقولك افكار وانتي تقدري ايه تشوفي الكميات اللي هتمشي مع اسرتك يعني. هنا كان عدى ساعتين خلاص والحاجة بدأت هي تنضف ما شاء الله. غسلتها كويس اوي وبدأت احط في اكياس. عملت كده هوت 4 اكياس، يعني ان شاء الله كل اسبوع ناكل كيس من الاكياس ديت، بالاضافة للقوانص وبالاضافة الى الفراخ البانيه. تقدري بقى تسلقي وتطلعي شوربة او حتى تشوحيهم كده زي بقى ايه ما انت عايزة. الحمد لله كده خلصت ايه ميزانية الفراخ زي ما قلت لكم. والخضار بنزل اجيبه مرة في الاسبوع زي ما بصور معاكم المشتريات بتاعته. وتحاولي كده تنظمي نفسك. هنا بس كنت بمسح بقى الرخامة بتاعتي بالخل كده وبالمية. غسلتها بعد كده ايه مسحتها بالخل كده اللي انا اعقمها طبعا من ريحة الزفارة وكده. الخل مفيد جدا جدا وبيكون حلو يعني وبيطهر. وعايزه اكمل معاكم اللي انت تنزلي تجيبي برضو مشتريات فتح الله بتاعتك بالشهر. برضو بتحسي ان انت بتجيبي كل الحاجات وخلاص الحاجه بقى بتتشال من دماغك. هنا خلاص بقى بعد ما عملت كل الفراخ بتاعتي كان عندي اكل الصراحه من امبارح. اليوم اللي بنزل فيه السوق زي ما انتم متعودين معايا بيكون معايا اكل من امبارح. ما عملتش بس غير الرز علشان لما بنزل السوق بقى بيكون ارهاق وكده وانتوا عارفين الشمس بقى والحر والفرهده.
وكمان باجي اشتغل في البيت، فلازم بيكون معايا اكل من امبارح الصراحه، ما بقدرش اجي اطبخ وكده. طبعا اخواتنا الموظفين اللي هم بينزلوا الشغل وبييجوا يطبخوا كده، الله يقويكم ويعينكم. بس كل واحد حسب طاقته وحسب اسرته، مثلا عنده اطفال صغيرين او حاجه، كل واحد حسب ايه ما دنيته ماشيه ازاي. المهم خلاص، هنا كنت عامله الرز بتاعي، وكان عندي من امبارح بطاطس محشيه، كنت منزلاها معاكم في فيديو شورت. عايزاكم تكتبوا لي يعني رايكم، اللي انا بنزل لكم كده وصفات او طبخات بتكون في فيديو قصير، فعشان تستفادوا منه، بدل ما يكون الفيديو طويل اقعد اعمل مثلا بطاطس محشيه في فيديو 5 6 دقايق، لا بحاول انزله في 15 ثانيه كده، بحيث تشوفيه في ثواني كده تستفادي بيه. فالمهم لو عايزين يعني تعرفوا طريقه البطاطس المحشيه دي، ارجعوا للفيديو الشورت كده، هتلاقوه في الشورت عندي في القناه، قلبوا كده في القناه هتلاقوه. وان شاء الله هحاول انزل لكم كذا طبخه وكذا وصفه، تكون في فيديوهات قصيره، بحيث 15 20 ثانيه تكونوا ايه، شفتوا الوصفه يعني. المهم هنا خلاص كنت غرفت الرز بتاعي، وكمان كان عندي من امبارح فاصوليا، كانت فاصوليا خضرا كده اهوت برضو، وجنبها ايه البطاطس المحشيه اللي قلت لكم عليها. فان شاء الله هنتغدى ولسه هنكمل بقيه اليوم. كنت برضو شاريه حاجات من السوق، فحابه ان انا برضك اشتغل فيها. بس كنت خلاص بقى هنا مش قادره الصراحه، وقفت في المطبخ برضك فتره، وعقبال ما نضفت المطبخ كله بقى كان عندي مواعين ومش عارف ايه، فقلت يا دوبك نروح نتغدى. فان شاء الله هنتغدى وهنرجع ان شاء الله نكمل مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فكره الميزانيه الفراخ اللي انا قلتها لكم، وطبعا حسب ميزانيتك بقى، عايزه تزودي بفراخ صحيحه يعني كتر خير الدنيا. بس زي ما قلت لكم ان شاء الله عشان الشهر ده هشتري لحوم وكده، فايه قلت حاجه تشيل حاجه، بحاول كده اوازن. خليكي كده دايما ست شاطره، ايه لان البيت كله معتمد عليكي. هنا خلاص كنت خلصت الغدا، وكان عندي شوية فلفل كده وخيار كانوا دبلانين الصراحة شوية في التلاجة، فقلت مش هسيبهم اكتر من كده ودبلانين الصراحة مش هيتاكلوا يعني. احنا عارفين يعني الخضرة دي والخضار ده بيحب يكون مصحصح كده وفريش، فدول كانوا دبلانين خالص. فقلت اللي انا املحهم بملحهم برضك بطريقة عادية خالص. هقطعهم قطعات عشوائية، بحيث يعني ايه، يكون سريع معايا في التسوية. ما رضيتش احط الخيار بطول، وهم اصلا خيارتين تلاتة، فما حبيتش احطهم بقى بطولهم وياخدوا مده ومش عارف ايه، قلت ان شاء الله على يعني اخر الاسبوع يكونوا استووا. فهنا بقطع الخيار وهو عادي، وكان عندي برضو فلفل حراق، كنت شاريه ربع بس، كنت شاريه من فتره مثلا من اسبوعين تلاتة واتبقى معايا شويه برضو في التلاجة، قلت احطهم كده يتملحوا. الفلفل الرفيع ده الصراحه حراق خالص يعني كانت اول واخر مره اشتري منه. برضو بقطعه وبملحه برضو بطريقه عاديه. برضو لو اشتريتي مخلل بيكون غالي قوي، فحاولي برضو كل حاجتك تعمليها في البيت. بس دلوقتي يعني يعتبر الخيار غالي، الخيار ب10 جنيه، وساعات بيكون ب8، بس دلوقتي في البتنجان المملح الكيلو بحاله ب8 جنيه، يقدر يعمل معاكي يعني علبة قد كده اهو. فحاولي توازني كده ما بين حاجاتك، زي ما قلت لك البيت كله معتمد عليكي. جوزك مثلا لو بيسيب لك الميزانية بالشهر او الميزانية بالاسبوع، انت تجيبي، حاولي تجيبي كل حاجتك، بحيث ما تكونيش يعني مسقطة حاجة من البيت على حساب حاجة. فاهمه قصدي؟ يعني مثلا حتى لو جبتي فراخ زي اللي انا جايباها، بس اللي اسمه فيه فراخ احسن من ما فيش خالص، هو ده القصد يعني. عملتي مثلا مخلل احسن من ما فيش خالص، احسن ما تروحي تشتري الربع مش اقل من 10 جنيه ولا حاجه، فاهمه قصدي؟ بس هنا كنت حطيت خلاص شويه ملح كده بردك بالويم يعني بالحب، وهزوده ميه وخلاص. حتى البرطمان اللي هناك ده كنت هخلل فيه، بس لقيت البرطمان ده اتقضى معايا، ف فهسيبه بقى ان شاء الله قبل ما يستوي كده ايه ينفع معايا مع الاكل. وكنت كمان شاريه بتاع ده اقوله معايا، كنت شاريه كمان بتنجان برضو ان شاء الله برضك هملحه معاكم. بس ما كنتش شاريه النهارده، كنت شاريه في مشتريات الخضار يعني من كذا يوم كده اهو. قلت برضو اللي انا اعمله مش هفضل بس سايباه مده كبيره اكتر من كده الصراحه، كل مره بنسى اعمله اليوم بيعدي، فقلت انجز كده واعمله معاكم كده واتشجع. هو ده البتنجان، لو تفتكروا في المشتريات كنت جايبه بتنجان حشو وبتنجان مملح، فهم دول الحبه المملحين اللي اتبقوا معايا. برضو بيتملح بطريقه سهله جدا، انا مش بقليه بقى يعني، احنا هنا في اسكندريه مش بنقلوه مثلا زي اخواتنا اللي في مصر، لا بنسلقه عادي جدا، وبنعمل اللي هي التحبيشه وخلاص. فبرضو بيكون سهل، وبرضو ايه المخلل ده دايما بشوفه اللي هو بيبلع معايا في الاكل، لازم الصراحه يكون محطوط مع السفره يعني، سواء مثلا فيه بروتين او ما فيش، هو برضك بيبلع الاكل يعني. مثلا سواء اكلت اي حاجه ما فيش مثلا بروتينات في اليوم ده، فالمخلل ده بيزق معاكي اليوم، فاهمه؟ بيزق معاكي الاكله. فبس بملحه بالطريقه العاديه. واكتبوا لي بقى في الكومنتات، هل انتوا بتاخدوا مثلا مصروف باليوم ولا بالاسبوع؟ في ناس مثلا بتاخد مصروفها باليوم تنزل تجيب منه السوق اليوم بيومه، في ناس بتاخد بالاسبوع، بس انا عن نفسي بحب بالشهر،
يعني مثلا اقول لجوزي بننزل مثلا فتح الله بالشهر، الخضار بس بسيبه بالاسبوع، يعني مثلا في الاسبوع مثلا بكون محدده ميزانيه 150 جنيه 200 جنيه لو الدنيا غاليه. لكن 150 جنيه برضو بتقضي معايا خضار وبتقضي معايا فاكهه ما شاء الله يعني. باجيب برضك اللحوم زي ما قلت لك والفراخ والسمك برضك بالشهر، بحيث اكون خلصت بقى ايه يعني خلاص بقى. مش كل يوم اصحى يا ترى هشتري ايه، يا ترى هنزل السوق ولا لا، يا ترى همشي النهارده اليوم ازاي، يا ترى النهارده الدنيا غلت، امبارح كان يا ريتني كنت اشتريت امبارح. امبارح الدنيا كانت حنينه كده والكلام ده. فبجيب الصراحه كل لوكشه وابدا اللي هخزنه في الديب فريزر، اللي هحطه في التلاجة، وبقى ايه ريحت دماغي. هنا اهو كنت قربت خلاص اخلص من البتنجان دوت، بس هو مزعج قوي وانتوا بتعملوه بايديك وكده. الناس اللي عندها ضوافر طبعا هتكون متضايقه، بس انا الحمد لله ولا مربيه ضوافري ولا حاجه. ف... فبقشره كده بس مش بسهوله برضك، هو نشف شويه. بس هحطه بقى ايه، هغسله برضك غسله كده حلوه قوي في الكروانه، وهبدا اللي انا اسلقه واملحه زي ما انا قلت لكم. بس كده عقبال بقى مسلق البتنجان كنت مشغله على الغساله، وخلصت هروح برضك انشر وارجع ايه اكمل البتنجان تاني. دايما بشغل الغساله يا اما الصبح بدري، يا اما لو نازله مشوار اسيبها شغاله واجي الاقيها خلصت. ده الوقتين اللي بشغل فيهم الغساله، بحيث ايه يعني انجز برضك الوقت، فاهمين قصدي. هنا خلاص كنت سلقت البتنجان بتاعي اهوت، والصراحه كنت هنا بقى هلكانه خالص، دخلت نمت. وده بقى يعني صورته اليوم اللي وراه، صحيت الصبح بقى ايه بدأت اللي انا اعمله، حتى عملته الصبح بدري قبل ما افطر ولا اعمل اي حاجه، لاني حتى من تعبي امبارح كنت سايباه مغطياه كده بطبق، فخفت الصراحه ينشف بقى ولا يدبل، مش ناقصه الصراحه. فاول ما قمت قلت اعمله، وكانت شمس نهار ربنا كده طالعه، والصراحه اليوم ده كان الجو جميل قوي، والشمس كانت داخليه كده من الشباك، فكانت يعني اليوم كان مبهج بالنسبه لي. المهم خلاص قطعت البتنجان بتاعي وهعمل الدقه بتاعته. بعملها برضو بطريقه سهله قوي، توم وعليه شطه وعليه ملح. ده توم كنت مفرزاه مش السنه دي، السنه اللي قبليها كنت عامله كميه كبيره مثلا بتاع 25 كيلو، وكنت شايلهم في الديب فريزر ولحد دلوقتي اصلا عندي. بس خلاص قربوا يخلصوا يعني ان شاء الله السنه دي برضو ممكن يعني لما موسم الثوم ينزل برضو ايه هبقى افرز. هو حلو الكميه اللي بجيبها مثلا تقعد معايا سنتين، والصراحه بسم الله ما شاء الله بيكون زي ما هو ولا بيعمل اي حاجه. بس اهم حاجه لو هتحطيه في الديب فريزر الثوم ده يكون درج لوحده، ما تحطيش معاه اي اكل خالص، يعني انا مخصصه في الديب فريزر درج للثوم بس. لكن لو بتحطي في فريزر التلاجة طبعا مش هينفع عشان الريحه وكده. حاولي تعملي كميه مش كبيره. يعني انا الصراحه من الناس اللي بحب التفريزات قوي، لان اي حاجه بتفرزيها بتنفعك. بتكوني اول حاجه عاملاها بالرخيص، تاني حاجه بتكوني يعني حطاها بقى ونسيها تستخدمي كده منها، غير لما تمسكي مثلا فصين توم تقعدي تعمليهم، ولا لو خضار لسه هتقعدي تقطعي وتعملي، لا خالص. بطلع الصراحه حاجه من الديب فريزر اعملها. فانا من الناس الصراحه اللي بحب اخزن قوي. في ناس مثلا ما تحبش تقولك لا ما بحبش استخدم حاجات مثلا تكون بيبقوا شايفينها بايته مثلا او طعمها هيتغير. بس الصراحه ولا طعمها بيتغير ولا اي حاجه، بتكون حاجه زي الفل. فانصحك لو انت مثلا موظفه او ما بتحبيش تشتغلي وتهلكي نفسك في المطبخ، لا ممكن الصراحه تفرزوا التفريز، ده حاجه كويسه قوي. والديب فريزر الصراحه يعني قطعه اساسيه في البيت. هنا كنت خلاص خلصت البتنجان بتاعي، بس انا يا جماعه بحب احطه في برطمان، بحيث لما احط الميه عليه بالخل بالشطه بتكون مغطيه كله، غير لما بحطه في علبه. يعني جربي تحطي في برطمان غير لما تحطي الصراحه في علبه. جربي البرطمان وهتدعي لي بجد، بيطلع تحفه زي بتاع الفول والفلافل كده، بيكون طعمه تحفه جدا. خلصت كل الكميه بتاعتي، ولو سلقاه نص سلقه ده كان نص سلقه، فبيطلع معاكي الواحده صحيحه. كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم ان شاء الله في روتين جديد.